السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هعمل لك فيديو كده 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي، والم لك فيه كل الحاجات اللي هي ايه، الحاجات المهمه كلها. يعني انا اقول لك علم على الحاجه دي، تمام؟ وان شاء الله ان شاء الله كل اللي احنا هنعلم عليه واقول لك عليه مهم باذن الله، باذن الله مش هيخرج من الامتحان بتاع بكره. عايزكم كده يا شباب تتحمسوا معايا، وان شاء الله هنجيب باذن الله الامتحان في شوال. تمام يا رجاله؟ هقول لكم دلوقتي على الحاجات كلها المهمه، الحاجات اللي هي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. احنا مستاهل بكره عندنا امتحان 100 سؤال، مستاهل 100 سؤال، يعني مش اقل من 100 سؤال او ممكن 80 كمان. مستحيل امتحان تمريض اصلا يجي اقل من كده، يعني مفيش حاجه اسمها 60، عشان الناس يعني اللي هي معتقده ان هو 60. عايزك اول محاضره خالص تفتحها معايا اللي هي فلويد اند الكترولايت. اول حاجه خالص انا عايزك بس تعرف ان ايه، ان في جسم الواحد 60%، وعايزك تحفظ لي دول، تحفظ لي دول تحفظهم صمهم لي. تمام؟ تعالى كده يا باشا. عايزك ايه؟ عايزك تحفظ لي الجدولين دول، الجدولين دول مهمين قوي، والكلمه تونيك دي. وعندك زود لي عليهم، زود لي عليهم اللي هي بتاعت الديفيوجن. الديفيوجن دي اللي هي بتاعت ايه؟ هتقول له موفمنت للالكترولايت. تمام؟ وعندك حاجه اسمها فلتريشن. ثانيه واحده بس اكتبها عشان الناس اللي هي بتبقى عايزه ايه، عايزه الكلام يتكتب. ثانيه واحده، مش عايزين ناخد الدنيا بسرعه قوي. عندك حاجه اسمها ديفيوجن، اهي ديفيوجن، اهي ديفيوجن. تمام؟ اهي هتكتب جنبيها موف، اهو موفمنت، اهو اهو موفمنت اوف الكترولايت، اهو اوف. يا جدعان بتاع بتجري، اهو الكترولايت. كملها انت. تمام؟ وعندك كلمة ايه؟ كلمة فلتريشن، اهو فلتريشن. فلتريشن تبقى موفمنت اوف ايه، اهو موفمنت اوف بوز، اللي هو الايه، الووتر والالكترولايت. يبقى انت عايزك تعرف ان الازوماتيك هي موفمنت للايه، موفمنت للووتر، عشان السؤال ده على فكره بيجي عليه ترو اند فولس. يبقى الازوماتيك موفمنت اوف ووتر، وعندك الديفيوجن موفمنت اوف الكترولايت، وعندك الفلتريشن موفمنت اوف بوز، البوز اللي هم الايه، الالكترولايت والووتر. تمام؟ عايزك تحفظ لي دي النسبه دي. نسبة الصوديوم دي في ايزوتونيك، وانا شرحتها على فكرة في المحاضرة، قلت لك يعني ايزوتونيك. يعني كده المحلول اسمه ايه ده، بيساوي المحلول اللي هو بتاع ايه، بيساوي نفس التركيز بتاع المية اللي في جسمك. فوق ده فوق التسعة من 10% دول يبقى هايبرتونيك، تحتيها تبقى هايبوتونيك. تمام؟ يبقى انت ما تحفظليش دول مالهمش لازمه. انا عايزك تحفظ لي الحاجه الايه، الرينج الثابت، فوقيه هايبر تحتيه هايبو. تمام؟ سيبك من كل الكلام ده، بس انا عايزك تعرف لي ان الكتاين اللي هو بوزيتيف تشارج، وعايزك تعرف لي ان الانايون ايه، نيجاتيف تشارج. بس مش عايزك تعرف لي اي حاجه تاني. عايزك تعرف لي بس ان الصوديوم اكسترا سيلولار، والبوتاسيوم انترا سيلولار. وعايزك تعرف لي الرينج بتاعهم، الرينج بتاع الصوديوم من 135 ل 100 كام، ل 145. الناس اللي حافظه يا جدعان، مهم 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 قوي. وعايزك تعرفني ان برضه ان البوتاسيوم اللي هو انترا سيلولار، تمام، وان هو من كام، من 3.5 ل4.5، ده الرينج بتاعه الطبيعي. تمام؟ وعلى فكره الدكتوره قالتها، يعني محدش يقول لي ده ايه دي في الاسيد بيز بالانس اللي هي في المحاضره اللي مش علينا. عايزك تعرف لي الفرق بين الهايبوفوليميا والفرق بين الهايبر ايه، الهايبر فوليميا. وحتى هنا على فكره المصطلحات دي مهمه قوي، مهم مهمه قوي. يعني كلمه ايه، فلويد فوليوم ديفيسيت دي اللي هي بتاعه الهايبوفوليميا، وعندك الفلويد فوليوم اكسس اللي هي بتاعه الهايبر فوليميا. ايه الاعراض بتاعتها؟ طبيعي ان نسبه الميه اللي القليله في الجسم، اللي هو البيشنت ممكن يحصل له ايه، ديهايدريشن، يقل الوزن بتاعه، لان وزن الجسم اصلا 60% من الميه. يعني انا عايزك بس تعرف لي التعريف ده، التعريف ده بس. تمام؟ التعريف ده بس في كل واحده من دول. يعني عندك الهايبوفوليميا، وعندك الهايبر فوليميا اللي هي فلويد فوليوم ايه، اكسس. عايزك تعرف لي بس التعريف بتاعه. تمام؟ بس عايزك تعرف لي بتاعت الهايبو ايه، نيتريميا، كل الحاجات دي اهو. الهايبر نيتريميا. عايزك تعرف لي الهايبوكاليميا. عايزك بس تعرف لي بس التعريف، يعني انت شايف انت التعريف ده بس، عايزك تعرفه لي بس. تمام؟ واهو الهايبوكالسيميا، التعريف بس يا جدعان، اهو التعريف ده، اول سطر بعديه اهو الهايبر كالسيميا اهو. بس مش عايزك تعرف اي حاجه تاني. محاضره على كده، بين اسسمنت تخش على طول. عايزك تعرف لي ايه، سيبك من الاوت لاين والانترودكشن، قلت لك الانترودكشن محدش يسالك فيه. عايزك تعرف لي في البين اسسمنت ان هو الايه، الفيتال ساينس الخامس. وعايزك تعرف لي اللي هو سبجكتيف فيلينج، عشان هيجيبها لك في الامتحان بكره. هيقول لك الديفينيشن بتاع البين اسسمنت اللي هو اوبجكتيف فيلينج، هتقول له غلط، لان سبجكتيف فيلينج يعني البيشنت هو اللي بيجي يقول لي انا حاسس بايه.
تمام. يبقى الايه، يبقى الاجابه subjective feeling. التايبس ده يعني الكلام ايه، الكلام الى حد ما كلام يعني روتيني. اما يكون حاجه فيزيكال الكلام ده كله، والكلام ده احنا كله شرحناه لو انت عايز ترجع للشرح برضه. تمام. عندك بقى اللي هي الفرق بين السمباثيك والباراسمباثيك، والحاجات المكتوبه تحتها دي مهمه قوي، مهمه قوي. وعلى فكره في اسئله في الميد وفي الاثنين فول اب جم على الفرق بين السمباثيك والباراسمباثيك، وجت ترو اند فولس، وجت كمان ام سي كيو. عايزك سيبك من كل ده، كل ده سيبك منه. عايزك بس تقرا بس الفرق بين الاكيوت والكرونيك، مهم قوي يعني، وبيجي عليها اسئله. تمام. عايزك الكلام ده بص مفروغ منه. المالجننت اعرفها لي. عايزك تعرف لي بين اللي هي according to location، عايزك بس تقراهم. الحوار هتلاقيه روتيني. الديب والسوبرفيشال. عايزك بقى بص تركز لي على دي كلمه ريفيرد، اخبط لي معاها بس، احفظ لي كلمه سيبريتد. ريفيرد يعني ينتشر، وسيبريتد معناه ينتشر. عايزك بس تحفظ لي دي، ولا هيجيب لك ايه، ولا هيجيب لك اكزامبل ولا اي حاجه. الكلام ده كله مفروغ منه، مفروغ منه. تمام. ريفيرد سيبريتد. وعندك رادييتنج، انا حتى ساعه المحاضره اللي انا شرحت فيها قلت لك راديشن معناها اشعاع، والشعاع بيمتد. فاحفظ لي كلمه اكستند معناها يمتد. الباتوم دي مهمه قوي، وجات على فكره جات سؤالين، سؤال في الفول اب واحد، وسؤال في الميد تيرم. احفظها لي، احفظ لي التعريف بتاعها. وقلت لك مفيش حاجه اسمها ديفينيشن، اسمه ايه ده يا رب، الاكزامبل يا جدعان مش بيجي، مفيش حاجه اسمها اكزامبل بتيجي في الامتحانات. محدش بيقول لك ان انت عشان حفظت الاكزامبل مكتوب يعني انت كده حفظته، يعني انا كده هسالك فيه. مفيش الكلام ده. انا عايزك بس تعرف لي الديفينيشن. تمام. تمام. عايزك بس تعرف لي الفرق بين النيوميريك، وهو بص هيجيب لك دي في الامتحان بكره، اللي هي بتاعت وونج بكره. يا جدعان مش بنجم يا جدعان، بس انا بقول لك ان هو ممكن فعلا يلعب على الحاجات دي، عشان الدكتور ما كان بيشرح الكلام ده قال لك ان دي مهمه. عايزك تعرف لي بتاعت الونج بكر اللي هي للتشيلدرن. تمام. والناس اللي هي النون فيربال ايه بيشنت، الناس اللي هم خرس، فهم بياخدوهم ايه، بياخدوهم ان هم يشوفوا الايه، يشوفوا التعبيرات بتاعت الوش بتاعتهم. وعلى فكره ممكن ما يجيبلكش كلمه وونج بكر دي، ممكن يجيب لك اللي هي الانالوج دي. كلمه انالوج دي ركز لي عليها، يعني معناها تناظري. تمام. الفاكتور دي مش هيسألك فيها خالص خالص. الكلام ده كله مفروغ منه، مفروغ منه. عايز تقرا اقرا لنفسك. تمام. يعني هو بيقول لك الايدج، الواد الصغير اكيد ان هو مش هيستحمل الوجع زي الراجل الكبير. الكلام ده كله روتين، هو مش هيسألك فيه. فاهمني. عندك دي مهمة قوي، الدكتور ركز عليها، اللي هي بلاسيبو دي، اللي هو بتدي للبيشنت، اللي البيشنت اسمه ايه ده، تديله صلاين بدل ما انت تديله انالجيزك، بدل ما انت تديله مسكن والكلام ده. فاهمني. ايه تاني. عندك الفرق بين اجريفيتنج والفرق بين اليفيتنج. وانا قلت لك ساعتها اجريفيتنج اللي فيها 2 جي بتعمل انكريز للايه، للانتنسيتي يعني للشده. عايزك بس تحفظ لي الحته دي. يعني اجريفيتنج انكريز، اليفيتنج يعني انا كنت حتى بقول لك اجريفيتنج تقيله يعني بتقل الوجع، واليفيتنج اهي سهله بتخفف الوجع، اهي بطر او ليسن يعني يا تحسنه يا ايه، يا تقلله. فاهمني. تمام. بس يعني كده يعتبر المحاضرة كلها خلصت. بس يعني انا مش عايزك تعرف كل الكلام ده، بص مفروغ منه. الكلام ده كله يا جدعان روتيني، محدش يسألك فيه. اللي هي نيرسينج مانجمنت محدش يسألك فيه. البري اوبريشن يا اسطى دي تتقري. انا بس عايزك تعرف لي بس الفرق بين التلاتة دول، ممكن اسألك فيهم يعني التلاتة دول اهم، اللي هي بتاعت البوست اوبريتيف والانترا اوبريتيف والبري اوبريتيف. عايزك بس تعرف لي التلاتة ديفينيشن دول، وتعرف لي الفرق بين السكراب نيرس والايه، والسيركوليتنج نيرس. وعلى فكره الكلام يعني بص، اللي هيقوله لك كله ايه، مين اللي بيعمل سبلايمنت للي اسمه ايه ده، للاكيوبمنت. مين اللي بيعمل سبلاي للاكيوبمنت؟ هتقول له ايه، سيركيوليتنج نيرس. مين اللي بيعمل هاندلنج يعني بيناول السيرجري مين اللي بيناوله؟ هتقول له مين؟ هتقول له السكراب نيرس. ما احنا خدنا يا جدعان الفرق ده والله. يعني اللي بيعمل هاندلنج، تشوف كلمة هاندلنج هتيجي على فكرة في ترو فولس، او هتيجي في ايه، في الام سي كيو. مين اللي بتعمل هاندلنج؟ هتقول له السكراب نيرس. هيقول لك مين اللي بتعمل سبلايمنت بالاكيوبمنت؟ هتقول له مين؟ هتقول له اللي هي السيركيوليتنج نيرس. بس انا مش عايزك تعرف لي اي حاجه، كل الكلام ده يا جدعان ما تشغلش بالك بيه والله العظيم، ما كلام روتيني وهو مش هيسالك فيه. تمام.
اللي عندك الكورونري اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، مهمه قوي مهمه قوي المحاضره دي. عايزك تعرف لي الديفينيشن. ومحدش يا جدعان لو جاب لك ايه ريفيرسبل، عشان في ناس قعدت تقول لي كده، اللي هي بتاعت اللي هي نوت فولي ريفيرسبل. لو حد جاب لك في الترو اند فولس irreversible يعني ما ملهاش رجعه، ما فيش الكلام ده، يعني ما فيش حد هياخد النفس ومش عارف يطلعه، ده كده هيموت. ده حتى هو بيقول لك اير فلو ليميتيشن، يعني هي بتحدد الاير فلو. وبتحدده ايه؟ بتحدده يعني يا دوبك نوت فولي ريفيرسبل، يعني ما ينفعش تكون ايه irreversible. تمام، يعني هو يا دوبك ضيق وفي انفلاميشن وقافله، بس ما ينفعش يكون irreversible. يبقى ايه؟ نوت فولي ريفيرسبل، كما قيل الكتاب يا جدعان، محدش يجود من عنده. تمام. وعايزك تعرف لي ايه؟ وعايزك تعرف لي اللي هي الكيسز الريسك فاكتور، واهم على راسهم السموكينج يا جدعان. يعني لو جاب لك كل حاجه وجاب لك السموكينج، اختار السموكينج ومالكش دعوه بكل اللي في كل ده. تمام. عايزك تعرف لي التايبس اللي هي الكرونيك برونكايتس. اللي فرق بين الكرونيك برونكايتس والامفيزيما، والله العظيم قلت عشان الناس برضو اللي ايه، الناس اللي هي ما سمعتش. عايزك تحفظ لي كلمه كافينج وكلمه سبيوتم بروتكشن، والكلمه دي اللي هي 3 شهور في كل سنتين. الامفيزيما عايزك تحفظ لي اخر كلمتين اللي هي بتاعت الديستراكشن اوف وول ايه اوف ذا الفيولاي، عايزك تحفظ لي دي بس. عايزك تحفظ لي كمان ايه؟ عايزك تحفظ لي الكومبليكيشن، قصدي السيمتومز، وفي الكومبليكيشن هاجي تاني، اللي هي بتاعت كرونيك كاف وسبيوتم بروتكشن وديسبينيا دي. سيبك بقى من الويت لوس والكلام ده كله، الكلام ده كله يا جدعان مش هيسألك فيه. ممكن بس يسألك في كلمة بارل تشيست دي، عشان انا ما قلت لك في الامفيزيما بيتخزن هوا تحت الجلد، ممكن يسألك فيها. عايز برضو تاخدهم معاك، خدهم معاك مش حوار. تمام. عندك الاسسمنت والدايجنوستس والكلام ده مش هيسألك فيه والله. الكومبليكيشن مهم قوي يا جدعان، مهم قوي مهم قوي مهم قوي، وجات على فكره بتاع 3 مرات في الاتنين، في الاب والميد تيرم. عندك الريسبيراتوري انسفشنسي. انسفشنسي معناها ايه؟ معناها عدم نجاح الجهاز التنفسي. كانت جايبالنا بقى ايه؟ كانت جايبالنا في الامتحان، يعني شوف برضه بيلعبك في كلمه يعني في حرفين، اللي هي كلمه ان دي شايلها وكاتب لك سفشنسي يعني نجاح الريسبيراتوري، دي من الكومبليكيشن اصلا بتاعت السي او بي دي. ازاي طيب؟ وهو حتى بيقول لك ان دي ميجور لايف ايه ثريتنج. انا دلوقتي مش بشرح، انا بقول لك الحاجات المهمه. عايزك دي تبص تصمها لي، دي تصمها لي تقراها كده بتعمق وبتركيز، مش تحفظها، مش كما كيلو الكتاب بس. انت هتلاقي الحوار الى حد ما روتين يا جدعان. دي انا واحده دي فين يا رب؟ فين؟ ثانيه واحده اقول لك. انا واحده اللي جت في الميد ترم اهي، دي اللي جت في الميد ترم، دي اللي جت في الميد ترم يا جدعان، كانت جت ترو اند فولس، دي جت في الميد ترم. وعلى فكره واحد صاحبنا يعني شكر خاص ليه، محمد انور، شكر خاص ليه ان هو قال لي ان الحته دي، الحته دي كده خصوصا، يعني هي هيجي فيها ايه؟ هيجي فيها سؤال، وفعلا جه فيها سؤال. شكرا يا اسطى. ايه تاني؟ عايزك برضه السيرجيكال مانجمنت، وساعتها انا قلت لك برضه تميز فيها ازاي، بس انا هقولها لك تاني. عندك البوليكتومي دي هتلاقي جواها هنا. عندك بقى اللي يفرق بين دي وبين دي كلمة واحدة بس، اللي هي بتاعت اللونج فوليوم ريدكشن سيرجري. اما يجيب لك كلمة اند ستيج سي او بي دي سيبها، انا عايزك تبص لي على ايه؟ برايمري امفيزيما. برايمري امفيزيما هتبقى اللونج فوليوم ريدكشن. لكن لما يقول لك لونج ترانسبلانتيشن، يعني هو كده خلاص هيزرع كده، هيزرع لونج جديدة، هيزرع رئتين جداد. تمام، هيزرع رئتين جداد. يبقى هو في ايه؟ عايزك تبص لي على كلمه اند ستيج امفيزيما. اما بيكون في الاند ستيج خلاص من الامفيزيما. انت عارف يعني ايه امفيزيما؟ ما انا قلت لك ان الالفيولاي اللي هي الكيس الهوائيه، اللي هي بتخزن الهواء عشان يجي الكابيلاري يديها ثاني اكسيد الكربون وهي تديها الاكسجين، دول يعتبر خلاص فقدوا الفانكشن بتاعتها، فقدوا الوظيفه. فيعتبر كده كل الالفيولاي فقدوا الوظيفه بتاعتها. فطبيعي ان هو خلاص بقى كده اللنج ما عادتش نافعه. ايه اصلا الفانكشن بتاعت الايه؟ بتاعت اللنج مش ان هي جاز اكستشينج، خلاص كده الفانكشن بتاعتها اتلغت. فهيحصل ايه؟ هيحصل لنج ترانسبلانتيشن. يعني انت عايزك تركز في كلمه اند ستيج الامفيزيما، عايزك عينيك تروح على الامفيزيما ما تروحش على الايه سي او بي دي، عشان في ناس بتتخدع وتقول ده طالما ايه وصل للاند ستيج سي او بي دي تروح مختاره ايه؟ مختاره اللنج ترانسبلانتيشن. تمام. كل الكلام ده ملوش اي تلاتين لازمه، يعني مش هسألك في الكلام ده وفي الاسسمنت وفي الهيستوري ولا في الكلام ده كله. مش عايزك بص، مش عايزك تشغل نفسك بالكلام ده كله. عندك بقى اللي هي بتاعت الدايابيتس مهمه مهمه يا جدعان، وعايزك تعرف الفرق بين الدايابيتس والفرق بين الدايابيتس ميليتس. يعني بص جايب لك تو ديفينيشن، ركز فيهم قوي، ركز فيهم قوي. تمام. الانسولين عايزك برضه تعرف ان هو بيعمل ريجوليشن للبروتكشن والستورج بتاع الجلوكوز.
تمام، وان هو بيعمل كنترول للليفل بتاع الجلوكوز. الدايابيتس اللي بتميزها كلمة الدايابيتس ميليتس يعني قول ان في طالما كلمة ميليتس زادت يبقى هو جروب، مش ايه، مش حاجة individual كده، يعني دي اللي بتميزها. انا كنت مميزها كده في مذاكرتي بس. ولكن باقي المذاكرة بقى بتاعتك، عايزك تعرف لي برضه ريسك فاكتور، وعايزك تعرف لي التلاتة تايبس دول، اللي هي دايابيتس تايب 1 ودايابيتس تايب 2 والجاستيشنال دايابيتس. عايزك تعرفهم لي كويس قوي. كلمة جاستيشنال اول ما تشوفها ايه، تروح على كلمة during pregnancy. يعني كلمة pregnancy دي اول ما تشوف جاستيشنال جات لك تورنت فولس ام سي كيو، تبص تجري لي على طول على كلمة pregnancy. لقيتها تمام، ما لقيتهاش خلاص تبقى حاجة تانية. عندك برضو دول مهمين قوي، مهمين قوي. يعني الكلينيكال مانيفستيشن اللي هي بوليوريا وبولي ديبسيا وبوليفيجيا، عايزك تعرفهم كويس او تعرف التعريف بتاعهم هنا، تعرفهم لي. يعني باقي الكلام ده كله مش قتت لازمه، عايزك بس تعرف لي الايه الفرق بين الفاستنج بلازما جلوكوز دي التستات، تمام، واللي هي جلايسيتد هيموجلوبين دي. عرفها لي كويس، ركز لي على 6.5 اللي هي ال A1C، ركز لي عليها كويس، وركز لي على الايه، وركز لي على اللي هي اقل حاجه ان الواحد اما بيجي يعمل تحليل صايم بيبقى اقل حاجه صايم 8 ساعات، وبيكون الليفل بتاعه كام، 7. تمام، يعني عايزك بس ايه تركز لي على الحاجات دي. وايه تاني يا رب، سيبك من الدايابيتس مانجمنت دي، عايزك تقراها، يعني اقراها اقراها، بس الحاجات دي روتينيه يا جدعان، والله العظيم لو سأل فيها يبقى كويس قوي، مش هيسأل في الحاجات دي، اسمعوا مني انا. عايز تقراها اقراها، انا مش بقول لك ما تذاكرهاش خالص، انا بقول لك اقراها. يا جدعان الحته دي مش علينا، الجدول ده يا جدعان مش علينا، عايز تحفظه احفظه، ده مش علينا، ده بطنه. بطنه بيقول لك ايه علاج المرض، ده بطنه مش بالغين. انت يا جدعان هو بيدرس لك ماده تمريضيه، الماده التمريضيه احنا مش علينا علاج، احنا مش علينا علاج ان احنا ندي للبيشنت. فانت مش عليك ان انت تحفظ الكلام ده، عشان في ناس كانت بتكلمني بتقول لي هل الجدول ده علينا، انا بقول لك مش عليك بالغين، بس عليك بطنه. يعني بطنه لازم تصمه، صمه. لو انت عايز تحفظه كده لحد ما احتياطي يعني، احفظ لي بس الايه، احفظ لي بس اسامي الادويه، لان دي رابد اكشن، ودي شورت اكشن، ودي انترميديتد، ودي لونج، ودي فيري لونج، والكلام ده كله بس. تمام تمام. التايبس بتاع الانسولين اللي هو هيومن انسولين، واللي هو ده المصنع، عايزك برضو يعني لحد ما تعرفهم. الميثود الطريقه بتاعت الانسولين، اذا بص الانسولين في الانسولين بينز اللي هي الاقلام اللي هي بتروح مره واحده شكاك دي وتوصل لك الانسولين، واللي هي الانسولين بامب بتبقى عامله زي الايه، عامله زي شريطه كده، تمام، بتتلزق. والاماكن هو اكيد مش هسألك فيها، بس يعني لو سألك فيها اللي هي الابدومينال اريا اللي هي موست، الكلام ده كله. الحاجات دي برضو مهمه، يعني انا بقول لك ان هي مهمه، مهمه قوي والله. يعني انا قرأتها الصبح، انا شايف ان هي مهمه. لما يكون البيشنت اكتر اللي هي الهيموجلوبين AC1 اما يكون اكتر من 6.5، ان انت بتعالجه ازاي، بتعالجه باللايف ستايل موديفيكيشن، بتغير له اسلوب حياته. يعني هو مثلا لو بياكل سكريات كتير ان هو يقلل، بيدخل جسمه كالوريز كتير يقلل، الكلام ده كله. بيقول لك اول 3 شهور، من شهر 3 شهور بعد كده تبدا له بايه، باورال انتي ايه دايابيتيك ايجنت، تمام، اللي هي الاقراص اللي هي بتقلل الجلوكوز. والناس اللي هي يا رب ايه، اللي اكتر من 8، بتبدأ لهم على طول بالأورال أنتي إيه دايابيتك، وبتبقى وبعد كده إيه، بعد كده يعني أنت بتبدأ بالأورال مع الإيه، مع اللايف مانيفستيشن، اللايف ستايل مانيفستيشن، عكس التاني لما كان أكتر من 6.5 أو 6.5، الأول أول حاجة خالص بتبدأ له بالإيه، باللي هي لايف ستايل موديفيكيشن. بعد كده بعد التلات شهور والشهر بتبدأ له بالأورال إيه أنتي دايابيتك إيه ايجنت، تمام. بس والكومبايندنج دي اسامي ادويه، انا شايف ان هي مش عليك، لان انا قلت لك والله 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 مش هيسالك في اسامي ادويه، عشان انت يعني بتمتحن ماده تمريض، مش هيسالك على ده خالص خالص. عايزك برضو تعرف لي الايه الرينج بتاع الهايبوجلايسيميا اللي هو من 50 ل 60، تمام. وعايزك تعرف لي الكيزز بتاعته، اللي هو بيقول لك ان انت خدت انسولين بكثره، تو ماتش انسولين، او ان انت ايه، او ان انت خدت برضو الايه اللي هو الاورال، يعني انت يا خدت انسولين انجكشن يا خدت ايه الاورال رود، او ان انت ما اكلتش كويس ليتل فود، عفوا،
او ان انت عملت ايه، عملت اكسسيف فيزيكال اكتيفيتي، يعني انت اتمرنت جامد او عملت اكسرسايز والكلام ده وانت ما كنتش واكل، فاهمني؟ او واكل بس اتمرنت كتير. ايه تاني يا رب؟ الساين والسيمتومز، انا شايف ان أنا مش هسألك فيهم والله، بس عايز تقرأهم اقرأهم. التريتمنت دي كويسة قوي، يعني التريتمنت ده كويس طالما مفيهاش علاج، كويس قوي. يعني هو بيقول لك ان هو ان انت تديله جلوكوز اي في لو هو انكونشس، يعني هو لو مش يعني مش واعي، ان انت تديله الجلوكوز ده انترافينوس. تمام. الكلام ده كله انا مش بشرح يا جدعان. الدايابيتيك كيتو اسيدوس عايزك تعرف لي الايه، تعرف لي بس الديفينيشن بتاعها، وعايزك تعرف لي الايه كلينيكال فيتشر، اللي هو بيحصل هايبر جلايسيميا ودايدريشن والالكترولايت لوس وبيحصل اسيدوزس. يعني حتى كلمه اسيدوزس ده مش عايزك تحفظها، يعني هي حتى المرض اسمه دايابيتيك كيتو اسيدوزس، يعني في من الكلينيكال مانيفستيشن جوه العنوان نفسه. يعني حتى لو جاب لك الكالوزس في ترو اند فولس، يعني انت يا مؤمن ما انت شايف اصلا الكلام في الاول ايه هو. تمام. طبعا في اي مرض سكر بيبقى فيه بولي يوريا وبولي ديبسيا. تمام. الباقي كله انا مش عايزك تعرفه، مش عايزك تعرفه. اه، مش عايزك تعرفه، كله مانجمنت. عايزك بس تعرف دي ثانيه واحده. عفوا. عايزك تعرف الكومبليكيشن، حتى دكتوره منار ركزت عليها قوي. كومبليكيشن. تمام. هي بتاعت اثروسكليروزس، ان هو بيحصل تصلب للشرايين والكوروناري هارت ديزيز والكلام ده كله، الكلام ده كله تمام اقراه، بس انا عايزك بس تركز على دول اللي هي ماكرو ومايكرو. شايف انت الاي والاي، والنبي يا اخي لا تركز فيها. والنبي يا اخي، ماكرو حاجه كبيره، حاجه شريان كبير بيغذي حاجه كبيره، زي الكوروناري ارتري الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، زي السريبرو فاسكولار ديزيز، يعني لما يحصل كده ديزيز في الشرايين اللي طالعه تغذي المخ. البريفرال فاسكولار ديزيز حاجه بتغذي كده الابر ليمب واللور ليمب، بتغذي دراعك كله، بتغذي رجلك كلها، فاهمني؟ دي الماكرو. لكن المايكرو حاجه صغيره، زي مثلا الريتنوباسي، اللي هي الشرايين اللي اللي بتغذي القرنيه بتاعت العين. انت بتشوف شرايين عينك اما بيكون الناس مثلا ايه، اما تشوف واحد عنده ضغط عالي او بتلاقي كده في حمار في العين، بتلاقي ان الشرايين يا دوبك كابيلاري، ما بتقولش عليها شرايين، يا دوبك حاجه رفيعه قوي. عندك مثلا نفروباسي، الحاجه اللي بتغذي الايه، اللي هي يا دوبك النفرون. شفت النفرون؟ اللي هي الانيبيبات الصغيره خالص اللي بتتشاف تحت الميكروسكوب، اللي هي جوه الكدني. ده انت عندك كل كدني يا مؤمن بتتكون من 100 نفرون، قصدي 100 ايه، مليون نفرون قصدي. اللي التو كدني 2 مليون نفرون. انت متخيل؟ من مليون انبوبه. وعندك النيوروباثي، حاجه بتغذي اللي هي النيرون سيل. شفت انت النيرون سيل؟ دي اما بيجي يعني يا رب، يعني كان ربنا وعدنا، بس يعني الحمد لله على كل خير. الحمد لله على كل يعني حاجه ربنا رزقنا بيها. الناس بتوع الطب في العمل بتاعهم بيجيبوا مثلا اورجان ايزوليشن، اللي هو عزل العضو كده، وبياخدوه يحلوه ويشرحوه في الايه في المعمل والكلام ده كله. فطبعا الدكتور بيوري لهم يعني ازاي، مش موضوعنا يعني، مش موضوعنا، بس يعني ايه هم بيشوفوا الحاجات دي. الحاجه اللي بتغذي الفود نفسها، الرجل نفسها، رجل مش الرجل مش يعني مش رجلك كلها، اللي هو مشط الرجل، هو بيقول عليه فود، او الليج. تمام. ايه تاني يا رب؟ مش عايزك بقى تعرف الكلام ده، الكلام ده روتيني. انت عارف كويس ان البيشنت اللي عنده دايابيتس بيحصل له مشاكل في رجله والكلام ده كله، الكلام ده كله. بص. تمام. عندك الرينال فيلير، عايزك بس تعرف لي الفرق بين الاكيوت والكرونيك. عايزك تعرف لي ان الاكيوت بري رينال وانترا رينال وبوست رينال، يعني اللي هم دول. اللي هو عايزك تعرف لي الديفينيشن بتاع الاثنين دول، سيبك من الانترودكشن. وعايزك تعرف لي ان الكاتيجوريز بتاعت الاكيوت اللي هي بري رينال وانترا رينال وبوست رينال، وهم الديفينيشنات بتاعتهم. وعندك ريسك فاكتور مهمين قوي، مهمين قوي، مهمين، عايزك تعرفهم. السيمتومز مش مهم، بس يعني اهم واحده فيهم اللي هي ديكريس في اليورين بروتكشن. طبيعي ان في فيلير في الاورجان الفانكشن بتاعته مش شغاله. تمام. ايه تاني؟ دايجنوستيك تيست، اقراهم، اقراهم اسمع مني. الكرونيك الديفينيشن بتاعه كويس. اهم حاجه يا جدعان في الديفينيشن، اهم حاجه والله انا قلتها لواحد صاحبي من شويه، قلت له الفرق بين الاكيوت اللي هو ريفيرسبل، والفرق بين الكرونيك irreversible. وان الاكيوت بيبقى شورت ديوريشن، بيقعد فتره صغيره وبيتعالج بالتريتمنت.
و اسمه ايه ده كمان بيبقى صادم، بيحصل مره واحده، عكس الكرونيك بيبقى بروجريسيف، بيتدرج كده في الشده بتاعته لغايه ما يظهر. فاهمني؟ او الكرونيك وعندك الكيس، اي حاجه هيقول لك فيها كرونيك يعني اللي هي جلوميرولونيفرايتس. تمام. وبيقول لك كمان ان الكيس برضه بيبقى من الاكيوت رينال فيلير، لو واحد اكيوت رينال فيلير واستنى على نفسه ممكن تقلب لكرونيك والهايبرتنشن والكلام ده كله. انا عايزك تعرف لي برضه الايه، الكيزز، الساين والسيمتومز اقراهم. يعني هو بيقول لك ان هي بتأثر على كل ايه، كل سيستم ازاي. انا عايزك تقراهم، بس مش عايز تقراهم ما تقراهمش، بس انا مغير ان انت تقراهم. بس يعني لو واحد كويس في الانجليش شويه فيعرف ان هي دي مثلا، لو هو جابها لك مثلا ترو اند فولس وقال لك مثلا مثلا يعني قال لك مثلا حاجه زي دي، ثانيه واحده اجيبها لك. قال لك مثلا كونفيوجن، قال لك تريمور، خلينا في تريمور وسيزر. لو قال لك تريمور وسيزر اللي هي مثلا قال لك في الجاسترو انتستين ازاي، ما انت عندك التريمور، التريمور دي رعشه، هل الرعشه دي بتبقى بسبب الجاسترو انتستين؟ اكيد لا، بسبب الايه، النيوروجينيك، بسبب اعصاب. والسيزر، السيزر اللي هي التشنجات، ما بتبقى بسبب برضه الايه، الاعصاب. تمام. نواقل العصبيه والكلام ده. عايز برضو، عايزك تبص على دي كويس. وعايزك برضو ان النيوتريشنال ثيرابي مهمه قوي، مهمه قوي، عايزك تعرفها. ليه بديله له بروتين؟ لان اصلا اصعب حاجه اصلا اصعب حاجه في التخريج من الجسم اللي هي البروتين وتكسيرها. فطبيعي اصلا الواحد اللي عنده رينال فيلير، فطبيعي ان هو اصلا ايه، يا دوبك بالعافيه بيطلع ميه، واحيانا مش بيطلع، وبيطلع نسب قليله قوي، كمان هتديله بروتين وتعقد له الدنيا. تمام. عايزك تعرف لي التلاتة تايبس اللي هي هومودياليسيس وبروتونيال دياليسيس والهيموفلتريشن. يعني ايه بروتونيال؟ عشان جاب برضه في الميد ترم، جاب في الميد ترم وكانت الاجابه بروتونيال، اللي هو في كيس بيغلف الابدومين، بيغلف الابدومين من جوه، بيغلف البطن من جوه. تمام، هو ده البروتونيال. هو الغسيل الكلوي ده بيحصل ان هو بيغسل لك كل اعضاء جسمك بس من جوه، وهو بيقولوا عليه الغسيل الايه، البروتوني. بقول لك امتى ان انا اعمل للبيشنت غسيل كلوي، وعايزك بس تعرف لي النسبه دي، اما بتكون اقل من 10، اقل من 15 او 10. تمام. بس كده خلصت. حتى الدكتور هو اللي قال، يعني مش انا اللي قلت. كده خلصت. ايه تاني؟ دي اللي بعده. اهم حاجه يا جدعان تكونوا مستمتعين. معلش الفيديو ان شاء الله مش هيبقى كبير، باذن الله مش هيبقى كبير، وان شاء الله هنخلص كل حاجه. الكورونر ارتر ديزيز مهمه قوي، مهمه قوي. عايزك تعرف لي بس ايه، سيبك من كل الاناتومي اللي في الاول والفسيولوجي والكلام ده كله. انا عايزك تخش على طول على الايه، على الديزيز. عايزك تعرف لي بس الديفينيشن بتاع الكورونر ارتر ديزيز، ان هو بيبقى ايه، كومن موست، بيجي في الادلت. وعايزك تعرف ليه تاني، استنى كونديشن بريفنشن. سيبك من كل ده، بس انت قراءة كويس. عايزك تعرف لي كورنري اسكوسكليروزس. يا جدعان اقسم بالله، اقسم بالله جات سؤالين في الديفينيشن، الديفينيشنز بتاعت الايه. شايف انت من كلمة، يعني المفروض ديفينيشنز، قلتها ديفينيشنات. مهم يعني. شايف انت في تلاتة ديفينيشن دول يا جدعان، جه الديفينيشن ده فين؟ طبعا عنده فولس في الميد ترم، اللي فات ده. عايزك تركز فيها قوي، تركز قوي في التلاتة ديفينيشن دول. تمام. عايزك تركز لي برضو في الايه، في النون موديفايد ايبل والموديفايد ايبل. الحاجه اللي انا اقدر اغيرها من الريسك فاكتور، والحاجه اللي انا مش هقدر اغيرها زي ما الفاميلي هيستوري. هل انا اقدر اغير ده؟ هل انا اقدر اغير الايدج؟ هل انا اقدر اوقفه او اقلله او ازوده؟ اكيد لا. تمام. الموديفايد، واحد عنده هايبر ليبيديميا، واحد بياكل دهون كتير، اقدر ان انا اعمل له ايه، ريستريكشن من ده، اقدر ان انا امنعه من ده، اقلل ده. فاهمني؟ دي الحاجه اللي انا اقدر اقللها، دي الحاجه اللي انا اقدر اعدلها. عندك الانجينا بكتيرياس، عايزك تبص تصم التعريف بتاعها كله مهم، كله مهم. يعني كل كده شبر ممكن يجيبوا لك لوحده في تراند فولس ويقول لك ها دي ديفينيشن ايه. فاهمني؟ سيبك من الفاكتور، عايزك تعرف لي التايبس بتاعت الانجينا كلها، يعني الخمسه دول عايزك تصمهم، واهمهم الاستيبل والانستيبل. كلينيكال مانيفستيشن، سيبك من الكلام ده كله. عايزك تعرف لي الفارماكو ثيرابي، فارماكولوجيك ثيرابي، دول تعرفهم. يعني بص، واقسم بالله ممكن تسيل فيهم، واهمهم النيتروجليسرين. ايه الميكانيزم بتاعه، بيعمل ايه؟ ان هو بيعمل ريديوس للمايوكارد الاكسجين. مش عارف، بص انا مش عايز اطول عليك، انت يا باشا عيش مع نفسك. عايزك تعرف لي برضو الايه، ان الاكيوت كوروناري سيندروم هي برضو الايه، المايوكارديال ايه، انفاركشن. يعني مش هي ده يعتبر المايوكارديال انفاركشن، هي الكومبليكيشن او الترمينيشن، نهايه الايه، الاكيوت كوروناري ايه سيندروم.
حتى هو بيقول لك ده فين؟ في الديفينيشن. الكلينيكال مانيفستيشن مش مهمة قوي، بس عايزك يعني لو عايز تعرفها عرفها، يعني اقرأها. اقرأها، ودي اهمها، يعني دي اهمها قوي. ودي يعني دي ودي الاتنين دول، فاهمني؟ الاتنين دول مهمين قوي. ايه تاني؟ بس عايزك برضه تعرف الكومبليكيشن مهمة قوي، مهمة قوي. اللي هما دول اكيوب بالمونري ايديما وهارت فيلير وكارديوجينيك شوك. تمام. وايه تاني؟ يعني دول كويسين، يعني عايزك تعرفهم برضه، مهمين قوي. يعني بص، كلمة complication definition يعني بص الديفينيشنز اللي بيتبني عليهم المحاضرة مهمين قوي، مهمين قوي. يعني مثلا هو المحاضرة مثلا بتتكلم عن الليفر سيروزس، احنا داخلين عليها. بتتكلم عن الليفر سيروزس، مهم قوي، مهم قوي ان انت تعرف ايه الديفينيشن بتاع الليفر سيروزس، ايه الديفينيشن بتاع اي ديزيز بيأذي الايه الليفر. الديفينيشنات الحاجات الديفينيشنز دول ايه بيأثروا على الكلام ده. والله يا جدعان الساعة بقت 4 والمفروض ان انا انام واصحى بدري، بس والله العظيم عشان الناس. فيا جدعان اهتموا واسمعوا الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله يعني هتحققوا اكبر استفادة. وانا بحاول برضو لو في حاجة عايزة توضيح وانا معاكم اهو، بحاول ان انا اظبطها لكم. بقى المحاضرة ملوش اي تلاتين لازمة يا جدعان. عايز تقرأ اقرأ، عندك وقت اقرأ، بس انا بقول لك دي الحاجات المهمة والحاجات اللي مش هتخرج منها. لو اي دكتور فتح كده محاضرته اللي هو شرحها، عينيها هتروح على الحاجات دي. احنا فين؟ في الليفر سيروزس اهو. سيبك بقى من كل الكلام ده، الكلام ده كله في الاول اناتومي، وبيتكلم لك شويه على الفانكشن والكلام ده. عايز تعرف برضه الفانكشن، الكلام ده كله انت عارفه. يعني الكلام ده كله روتين يا جدعان. انت يعني انت درست في الاول خالص، درست اساسيات تمريض، درست فيسيولوجي ما شاء الله عليك، ودرست اناتومي، ودرست حاجات كتير. يعني درست حاجات كتير ودرست بطنه. يعني الحاجات دي بالنسبه لك يا اسطى، يعني بالنسبه لك الفانكشن اصلا بتاعت الاورجنز والكلام ده، انت خلاص يعني يعتبر دوست على الكلام ده بقالك كذا مره. ويعني فيسيولوجي لميت لك كاتيجوري كبير قوي، كبير قوي عن كل سيستم. يعني كل سيستم قال لك بيعمل ايه وفسر لك فيه لميت حبه حلوين قوي على كل سيستم. يعني عيب يعني ما انت تقعد قدام الحاجات دي وتحفظها. تمام. عايزك تعرف لي الديفينيشن بتاع السيروزس، وعايزك تعرف لي التايبس ايه بقى اللي يميز لك. عندك الكحول دي، عايزك تعرف لي كلمه ايه. سكار تيشو سراوندنج ايه بورتال اريا بس. سيبك بقى من كل الكلام ده كله، كل الكلام ده كله مش عايزك تعرفوه. تمام. يعني ممكن بس ايه عشان لو جابها لك برضو، يعني حاجه لله كده. لو هو جابها لك مثلا وحب يرخم عليك، ذا موست كومن تايبس اوف ايه اوف سيروزس، هو ده الموست كومن، ده الاكثر اكثر شهرة او اكثر شيوعا. ده اللي بيحصل. عندك البوست نيكروتيك، انزل تحت خالص على الفيرال اتاك اوف اكيوت فيرال هيباتيتس. هتقول لي ممكن مثلا نجيبها لغايه النقطه. تمام يا عم. كلمه برود، براد دي فاكرها. بص انا مش قادر، ان انا مش عارف انطقها كويس، بس فاكر انت فاكر كان في حاجه اسمها نارو، وفي حاجه براد في ال في اسمها ايه دي يا رب، في الكيموثيرابي في الفارما. اما كان النارو كانت بتختار نوع واحد من البكتيريا اللي هي يا اسمه ايه ده، يا جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، والتانية كانت برود. دي كانت بتعمل ايه ده يا رب؟ آه بتاخد البوزيتيف، بتاخد الجرام بوزيتيف، بتاخد الجرام نيجاتيف. فاكر انت الحوار ده؟ فانت كده يعني بص، انا عايزك بقى تربط الحته دي في الحته دي، اللي هي البوست نيكروتيك. نيكروتيك معناها اصلا ايه؟ موت الخلايا. فموت الخلايا ده بالنسبه لنا حاجه كبيره، فهتبقى ايه براد. عشان فوق في ايه، في اللي هي بتاعت سكار تيشو سراوندنج بورتال ايري. ممكن انت برضو تتلخبط بين كلمه هنا سكار تيشو وهنا سكار تيشو. فانا بقول لك كلمه برود دي تعوض لك يعني الايه الفرق بين دي وبين دي. وبرضه هو مستاهل هيجيب لك برضه كل الديفينيشن، عشان جت في الفول اب 2 جت السؤال ده، وفي الميد ترم جه السؤال ده. فهو طبيعي ممكن يجيب لك ده او يجيب لك ده، وتحفظ لي الاربعه. تمام. وبص هنا عشان برضه ما تتلخبطش، هنا في الكاردياك سيروزس هو طبيعي ان هو يضرب الرايت سايد. هتقول لي ليه هيضرب الرايت سايد يا باشا؟ فين الليفر بتاعك؟ ما الليفر بتاعك هنا فوق، هنا تحت القلب على طول، تحتيه على طول، في الرايت في الابر رايت كوادرا. نسيت ولا ايه؟ فوق. عايزك تعرف لي الكيزس كويس، ما هي كده كده يعتبر انت خدتها في التايبس، بس يعني ايه لحد ما اقراها. ايه تاني يا رب؟ عايزك تعرف لي الكومبليكيشن مهمة اوي، مهمة اوي، يعني مش تحفظها، تقراها. الكومبنسيتد، في فرق بين الكومبنسيتد وفي فرق بين الدي كومبنسيتد.
بص الكومبنسيتد دي حاجات خفيفه كده يعني برضه عشان ايه تمهدها لدماغك. كومبنسيتد في حاجه اسمها كومبنسيتد، ودي كومبنسيتد للسيروزس. بص هو ممكن ما يسالش فيها، بس لحد ما انا شايف طالما هو معلم عليها كده وشايف ان هو عامل مقارنه فعلا ممكن يسالك فيها. فاهم؟ احفظها، مش تحفظها قوي يعني، لحد ما خدها ايه كده. يعني قول ان دي حاجه خفيفه، هيئ لنفسك ان دي حاجه خفيفه، ان هي ممكن تروح على طول، ودي حاجه كبيره. تمام؟ يعني مثلا عندك مثلا دي انكل ايديم، انا اجيب لك مثلا مثال من هنا ومثال من هنا. عندك ده اسايتس، دي كومبنسيت، دي حاجه كبيره وده حاجه صغيره. يعني مثلا انكل ايديما ممكن ياخد مثلا دايريتكس، وانت طبعا عارف يعني ايه دايريتكس، مضغر للبول. كان الاسايتس ما فيش بقى مضغر للبول هيقدر يأثر في الحاجات دي، ده لازم يحقنوه قلبه من، ويعملوا له اسبيريشن، ويعملوا له حوار كبير، ويشفطوا منه الميه دي كلها، وحوار كبير. فاهمني؟ كومبليكيشن لا اسايتس، واللي هي البكتيريا البروتونيتس، وعندك الهيباتورينال سيندروم. يعني انت لو مذاكر محاضرة الليفر سيروزس كويس في البطنة هتلاقي الدنيا معاك هنا كويسة. وعايزك تعرف لي اللي هي الايه، ليفر اللارجمنت، تعرف لي الديفينيشن بتاعه. انا قلت لك اي مرض يخص السيستم اللي انت داخل تسمع المحاضرة بتاعته، اهم حاجة تعرف لي الايه، الديفينيشن بتاع الايه، بتاع الحاجة اللي هي بتضر الاورجن ده. تمام؟ ده هنا بيقول لك ايه اللي بيحصل يعني في كل الكومبليكيشن، يعني مثلا البورتال اوبستراكشن والاسايتس والانفكشن بتاع البروتونيتس، وعندك الكلام ده كله، والجاسترو intestinal varices اللي هي دوال المعدة والكلام ده كله. بس يعني هو ده، انا مش شايف ان في اي حاجة تاني، مفيش اي حاجة تاني فعلا خالص. انا قرأت المحاضرة والله، لو في اي حاجة تاني هقول لك. عايزك بس تعرف لي الفرق بين الفيرال هيباتيتس. عايزك تعرف لي ان الاي والاي اللي هما ايه بيبقى فيكال اورال روت. وعايزك تعرف لي ان السي اللي هو بيتنقل من ايه، من عن طريق الدم اهو. فين يا رب كلمة اهو، فين سمول كوانتيت اوف بلود بس. وحتى بيقول لك ان هو ذا موست كومن مود اوف انفكشن والكلام ده كله، انت بتتعرض للدم بس. ايه تاني؟ سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده كله مش هسألك فيه، الكلام ده كله باثولوجي بطنة، مش هسألك فيه. اعراض المرض والكلام مش هسألك فيه خالص خالص. اسيب بيز بالانس الحمد لله مش علينا، الحمد لله احنا كده قربنا خالص يا جدعان، قربنا خالص الحمد لله الحمد لله. الكانسر، عايزك تعرف لي الفرق بين البناين والمالجنت. عايزك تعرف لي الديفينيشن بتاع الكانسر اللي هو بيحصل ايه، جينيتك ميوتيشن. اهم حاجه كلمه جينيتك ميوتيشن، وان هو بيحصل ابنورمال ايه، ترانسفورمد للسيل. بس دول اهم كلمتين في الايه، في الديفينيشن. وممكن على فكره في كلمه نورمال وفي كلمه ابنورمال، حتى كانت جايه اقول لك فين يا رب يا رب يا رب اقول لك. كانت جايه في محاضره السي اي دي اللي هي بتاعت الكرونيك كرونيك ارتري ديزيز. كانت جايه في اللي هي بتاعت كلمه اثيروسكليروزس، كانت جايه في الميد تيرم. اما كان بيقول لنا ايه، بيقول لنا الديفينيشن بتاع اول ديفينيشن اللي هو بيقول لك abnormal accumulation، ايه accumulation للفات سبستانس في الايه، في اللاينج بتاع الايه، بتاع الارتري. ده كان جايب لك بقى بيقول لك نورمال، يعني شايف شايل كلمه اب دي وايه، وسايب كلمه نورمال بس. وانا على فكره خدت بالي منها بعد الامتحان وعملتها ترو وطلعت غلط، فربنا الحمد لله كله خير. تمام؟ سيبك من كل الكلام ده، عايزك تقراه بس، تقراه بس. هو بيقول لك ايه الفرق بين ده وبين ده. يعني هو بيقول لك ان في حد بيقدر ان هو بيعمل ابيليتي للميتاسيس دي. الميتاسيس دي معناها ايه، معناها الانتشار او السبريد اللي هي الانتشار. وفي حد ما بيقدرش. هو حتى هنا جايبها لك، يعني بيقول لك ان المالجنانت ايه والبناين ايه. بناين ان هو تيومر عادي مش كانسر، وبيقول لك ان المالجنانت اللي هو كانسر وقادر ان هو يعمل ميتاسيس، وان هو يعمل السبريتد دي معناها ايه، معناها الانتشار برضو، معنى كلمة ايه الميتاسيس دي. ديستمنتيشن دي معناها برضو الايه، الانتشار، بس كلمة لاتيني كده، عايزك برضو تعرفها. الفرق بين الليمفاتيك سبريتد سبريد والهيماتوجينس سبريد، يعني الانتشار عن طريق الدم والانتشار عن طريق الايه، الليمف. وعلى فكرة السؤال ده جه ترو اند فولس، جه ترو اند فولس في الفول اب 2. وكان جايبالنا ان الليمفاتيك دي هي دي مع في البلاد ستريم. تمام؟ وكانت فولس. تعرف لي ايه في الايتيولوجي؟ اقرأهم، اقرأهم. مش هسألك في الكلام ده والله العظيم ما هسألك في الكلام ده. اللي انا هقوله لك بس انا عايزك تعرف ايه، هقول لك عايزك تعرف ايه. عايزك تعرف ان السيرجري
ممكن يستخدموه للدايجنوستيك، وممكن يستخدموه للبرايمري تريتمنت، وممكن يستخدموه للبروفلاكتيك اللي هي الوقاية، وممكن يستخدموه البليتيف دي اللي هي التلطيف. يعني هو عارف ان البيشنت ده خلاص هو المرض مسك في جسمه، الكانسر مسك في جسمه، بس هو بيحاول ان هو الى حد ما يموت شويه عشان ما يوصلش للسوفت تيشو، ولا لو هو يوصل للبرين ولا الكلام ده، ولا ما ينتشرش للاورجن المهم عشان ايه يأثر في عمره. فهو بيحاول ان هو ايه الى حد ما يعالجه بالاشعاع عشان ما يوصلش للايه، يوصلش لده يعني، لغايه ما ربنا برضه يؤمر ويموت. تمام. مهمين. عايزك تعرف لي الفرق بين السيرجري اللي هي برايم تريتمنت اللي هي اللوكال والوايد. عايزك تعرف لي يعني تعرف لي الفرق ما بينهم، دي مش مهمه قوي يعني، دي انا عايزك تعرف لي بس الحته دي ايه هي. البلاتيف سيرجري ان هو حتى هو بيقول لك ان هو ايه الوين كير نوت فيزيبل، يعني هو بقى غير ممكن التريتمنت معاه ما بقاش بيأثر فيه يعني. تمام. بس بيقول لك الجول بتاع التريتمنت ان هو يحقق للبيشنت ايه الكومفورتابل الراحه بس. ايه تاني ودي مهمه، ايه تاني يا رب؟ دي مانجمنت يا جدعان، والله العظيم مانجمنت يا جدعان، مش هيسألك فيها. راديشن ثيرابي كان الدكتور بيقول عليها، عايزك بس تعرف لي في الراديشن ثيرابي لغايه الحته دي بس مش عايزك تعرف لي اي حاجه. ان هو بيعمل دامج للدي ان ايه ويز ان كانسر سيل، ان هو بيكسر الايه، بيكسر الدي ان ايه اللي هو حصل فيه ميوتيشن، حصل فيه طفره، بيكسره وبيموت الخليه عن طريق ان هو ايه بيكسر لها الايه الدي ان ايه اللي جواها. وعايزك تعرف لي الفرق بين الايه الراديشن اللي هو حاجه اسمها كيراتيف معناها علاجي، وبوليتيف معناها اللي هو ايه التلطيفي بس. يعني هو حتى بيقول لك يوز تو ايه ريليف سيمتومز، يعني هو بيقلل الاعراض بس. مش عايزك تعرف اي حاجه تاني خالص خالص. كل الكلام ده يا جدعان، كل اللي بعده ده خلاص بقى يعني، والله العظيم ما ليه اي 30 لازمه. وحتى يعني عندنا على الجروب بتاع احمد حافظ اللي هو بتاعنا احنا، تمام، الناس حتى اللي من عند احمد حافظ عمر الكومي دخل كلمه وقال له ان الحاجات دي مش عليكم. تمام. يعني الباقي ده كله خلاص عدي يا باشا. كده فاضل لنا ايه يا باشا؟ خلاص احنا خلصنا، احنا داخلين دلوقتي على البيرن، والبيرن مش علينا. بعد كده هنخش على الشك، والشك يعني اقسم بالله كلمتين ونص. انا هستعطف على الناس اللي هي هتغلط فيها. كلمتين ونص. انزل 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 انزل. فين. خلصنا يا جدعان. فين؟ عايزك تعرف لي الديفينيشن بتاع الشك اللي هو ان اديكويت. كلمة ان دي لو ما لقيتهاش عارف هعمل فيك ايه لو اخترتها ترو، لو جات لك في الترو اند فولس مش عارف اعمل فيك ايه بجد. كلمة ان اديكويت مهمة قوي في الديفينيشن. الاستجات عايزك تعرف ان هما 3 استجات اللي هي كومبنساتوري والبروجريسيف والإيرفيرسبل، تعرفهم بالترتيب. وعايزك تعرف لي ان في الكومبنساتوري ان البلاد بريشر بيبقى في النورمال. تمام. بس باقي الديفينيشن عايزك تقراه. ان هو بص انا اقول لك على حاجه خلاصه يا ابن الحلال في الشك، ان هو بتزيد كل حاجه الا البلاد بريشر. تمام. بيزيد كل حاجه عشان تعوض، ما هي كلمه كومبنساتوري معناها تعويضيه. كومبنساتوري معناها تعويضيه، يعني بيزيد كل حاجه عشان تعوض ان هو ما يحصلش ايه، ما يقلش عن النورمال ولا يزيد عن النورمال البلاد بريشر. يعني هيحصل فازو كونستريكشن، هيحصل انقباض للايه للبلاد فيزل، ويحصل انكريز في الهارت ريت، ويحصل انكريز في الايه في الكونتراكتيليتي بتاعت الايه بتاعت الهارت، انقباض الهارت. هتقولي طب ده ما يزودش البلاد بريشر؟ لا، هو بيتكلم على بلاد بريشر سيستميك. تمام. بس اهو عايزك تعرف لي برضو الكومبنساتوري الديفينيشن بتاعها، والبروجريسيف والإيرفيرسبل. اهم حاجه كلمه في الإيرفيرسبل اللي بيحصل ريبريزنت ايه للاورجان ده، مش اهم كلمتين فيها. عايزك تعرف لي الجدول ده، تعرف لي بس فيه لغايه هنا، يعني شايف انت لغايه هنا بس يعني التلاتة دول. يعني عندك ايه؟ عندك هنا اهي ثانيه واحده، عندك دي ودي ودي التلات صفوف دول تعرفهم لي بس في الايه في التلات حاجات الكومبنساتوري. حتى الكومبنساتوري ايه جايه من التعريف اللي فوق، يعني انت زي قريت كويس هيقول لك ان الكومبنساتوري ان البلاد بريشر نورمال والكلام ده كله. عايزك تعرف لي التايبس. انا كنت بقول دايما 3 في 3، يعني ايه 3 في 3؟ يعني 3 تايبس، والتايبس التالت في 3. تمام. اول تايبس اللي هو هايبوفوليميك،
هايبوفوليميك. وعلى فكره التعريف بتاع روتين، يعني هو طالما هايبوفوليميك شوك يعني هو بيتكلم على الفوليوم، يعني هيحصل ايه؟ هيحصل نقص في الفوليوم. لو جاب لك برضه ترو اند فولس ورخم عليك في اللي هي ذا موست كومن، ذا موست كومن بالنسبه للشوك هايبوفوليميك، بالنسبه للسيركيالاتوري تبقى الايه، تبقى اللي هي بتاعت السيبتك ايه، السيبتك شوك. يعني تعالى بس نيجي عليها كده بسرعه، اهي السيبتك شوك، هو بيقول لك ذا موست كومن تايبس في السيركيالاتوري شوك. تمام. دي حاجات اقسم بالله تفاصيل التفاصيل ما حدش هيقول لك في الدنيا دي كلها. تمام. عندك الكارديوجينيك شوك اعرفها، ال يعني مهمه قوي، مهمه قوي. وحتى بص يعني برضه الكلام روتيني، روتيني قوي. يعني هو بيقول لك ان اديكويت فور ذا ايه، ذا هارت اند تيشو، مهم. يعني حتى هتلاقي برضه الكلام في ايه، في الهارت. تمام. عندك السيركيولاتري شوك بتتقسم لثلاث حاجات، سيبتك شوك ونيروجينيك شوك والاسمه ايه ده، والانافلاكتيك شوك. وحتى بيقول لك ان هو بيعمل ستيميوليشن للايه، بيعمل قصدي اهو، هو بيقول لك بري دومينانت باراسمباثيك ستيميوليشن. ليه بيعمل باراسمباثيك ستيميوليشن؟ عشان يعمل فازو دايليتيشن، يوسع الايه، يوسع الشرايين، عشان يعمل ايه، يقلل البلاد بريشر. فايه، فده يبقى بسبب النيرون، بسبب البرين. فهم بيسموها ايه، نيروجينيك شوك، بسبب ان هو بيحصل ايه، لوس في البالانس بتوين ايه، الباراسمباثيك والسمباثيك. والانافلاكتيك شوك بسبب الايه، بسبب الالرجي اللي هي الحساسيه. تمام. وان هو بيقول لك ان هي بتحدد الحياه، لايف ثريتنج. بس ايه تاني يا رب؟ بس والله العظيم كده المحاضره خلصت، وربنا كده المحاضره خلصت. مش عايزك تعرف كل الكلام ده، الكلام ده كله اقسم بالله روتيني، والكتاب خلص والحمد لله، قلت لك على كل الحاجات المهمه اللي في الكتاب. عايزك تركز وتستهدى بالله، ومش هنطول اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعايزك تدعي لي دعوه والنبي حلوه. بس مش هقول لك اكتر من كده. يا رب يوفقكم جميعا، الناس اللي سمعت الفيديو، الناس اللي ما سمعتوش، الناس كلها، يا رب يا رب وفقكم، ووفقكم جميعا.